السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة كويزين مازا. نتمنى تكونوا كامل بخير. اليوم جيت نخدم معكم وصفة اقتصادية بريزونطابل كيما راكم شايفين، وبنة خيالية، بنتها ما شاء الله بلا القرمشة اللي فيها. هاي لكم كيما راكم شايفين، يعني تقدري ديرها في اي مناسبة عندك، سورتو باش تضيفي باغ اكزومبل صحاب البيام، العرس، الباك، الأعياد، يعني وصفة صح تستاهل التجربة. هاي لكم بعد ما قسمتها لكم، ما شاء الله. جربوها على ضمانتي، جربوها وردوا لي الخبر زعما، قولوا لي واش رايكم في الوصفة. المهم نتمنى انكم تبارطاجوا لا فيديو باش يستفاد منه اكثر عدد من الناس، لان الوصفة بنينة وتستاهل انكم بريزونطون ميم طون، تستاهل انكم تجربوها ويجربوها بزاف ناس. نتمنى منكم الدعم ليا وللقناة بجيم واشتراك وتخلوا لي تعليق. ندوزو للمقادير مع طريقة التحضير. في ريسيبي حطيت 125 غرام تاع ماكارين بحرارة الغرفة، زدت عليها ربع الكاس تاع سكر كلاصي، وزدت عليها قيس مغرف صغيرة تاع فاني والحبة تاع البيض كاملة، وزدت عليها 2 مغارف تاع زيت كبار كيما راكم شايفين. ملاحظه اللي حبيتوا الكونتيتي اكثر تقدروا تضاعفوا المقادير. وخلط المقادير حتى تجنس معنا كيما راكم شايفين. لهنا زدت عليها مغرف كبيره تاع كراميل او توفيه، ومن بعد زدت عليها شويه تاع حلة الطر كيما راكم شايفين، وزدت عليها مغرفه كبيره كاكاو او لوز او واش عندكم مكسرات، محمص الكاكاو ومطحون. درت كاكاو، ولهنايا زدت عليها ربع الكاس تاع المايزينا. لهنايا كنت حاسبه راني نصور بصح ما صورتش اللقطه. المهم انا قلت لكم ولهنا هذه راس على راس المغرف خميره الحلوى، شفتوها على راس المغرف صغيره. ومن بعد زدت عليها الكاس تاع الفارينه وخلطت المقادير. ومن بعد خلطت بالكاس الاول، حسيته مازال كيما راكم شايفين، زدت الكاس الثاني وثاني عاود خلطت المقادير مليح. ومن بعد ثاني حسيتها مازالها كيما راكم شايفين مازالها شويه طريه، لان زدت قيس مغرف كبيره تاع الفارينه. لميت لاباط تاعي كامل، ومن بعد كي تلمت معايا حكمتها وبديت نوزن فيها كيما راكم شايفين. وزنتها على 25 غرام لي بول تاوعي. ومن بعد ختصتهم في الكاكاو محمص ومطحون خشين شويه باش يبان لنا، وحطيتهم في ليمول. انا درت في هذو ليمول. ملاحظه يعني ماشي اي مول، الوزن هذا ماشي يرفدو اي مول، كاين ليمول كبار وليمول صغار. يعني حطي الكاطو تاعك لداخل في المول، ومن بعد عاودي وزنيه على حسابه الحبات كيما راح ندير فيه هذا وهذا. معناتها هذا كبير على هذا، ما يفتش القيس كيف. معناتها دوك ندير هنايا لاباط تاعي لهنايا ونشد الحجم العبر تاعها، ومن بعد نبدا نوزن على حساب داك العبر. نتمنى فهمتوني. من بعد حكمت لي بول التاوعي، حطيتهم في الكوكونه محمص ومطحون خشين كيما راكم شايفين، ومن بعد نحطهم في ليمون. علاه ما لمستمش توزنوهم من قبل ديريكتومون تحطوا في المول، يعني ما يتزايدلكمش لاباط. ومن بعد تضغطوا مليح بيحكم لا فورم تاع هذاك المول. يعني المول انا درت هذا اعاده تدوير اللي عندها، وانتي تختاري المول اللي يعجبك ليسونسيال. كملت كامل الحبه تاوعي هاهم ليكم، ودروك رايحه نحطهم في البلا. انا نبغي كي يكونوا في ليمول تاع السيليكون كيما هكا، نبغي نحطهم في البلا مقلوبين. دوك نوريكم كيما هكا نقلبهم. على واش؟ باش ما يجونيش الشغل مقوقعين في الفوق. كي تحطي الحبه تحسيها هيك خامره وطلعت لك الفوق هكا، يحكموا لا فورم بلا تاع الحبه تاع الكاطو، وشعلوا لهم من التحت ومن الفوق باي يحمروا لكم كيما راكم شايفين. عامل لكم بعد ما خرجتهم حكمت لا باسواغ تاعي وحكمت السكر كلاصي، نفضت عليهم السكر سكر كلاصي كامل. حاولوا يعني تعطوهم هكا اشباع تاع سكر كلاصي، سورتو كي يكونوا سخونين. راه السكر كلاصي الحبه تاع الكاطو داك ليدام اللي فيه يكون مازال ميدمه، راح تشرب الكامل هذاك ليدام. نتمنى فهمتوني. تشرب كامل داك السكر ويبان كي شغل مشمخ. نتمنى فهمتوني. لو كان ديروه من بعد ثاني كنا يبدا يطير وحده زعما ما يقعدش راتب فوق الحبه. ديروه هو سخون بيان سور، وش هو كثروا شويه باه الا شرب ليدان يبقى لكم شويه الباقي. بعد ما
كملتهم كامل هاوليكم السكر غلاسي، زدت ديكوريتهم بشويه طوفيه وزدت لهم الجوز. ملاحظه طوفيه ولا شوكولا تارتوني ولا واش حبيتو، هاوليكم القوم ديما نقول لكم مضمون 100%. لهنايا ديكور كيما تحبوا، ديروا طوفيا، ديروا كراميل، ديروا كابريز، هذا الشيء اختياري. وش هو الطوفيا؟ تجي مع حلبة الترك اللي راهي لداخل، تجي مع الجوز يعطي واحد القرمشه واحد الاخر. صدقوني تجربوه، ما نقدرش نحكي لكم البنه تاعو. نتمنى انكم تجربوه، نتمنى منكم الدعم ليا وللقناه، نتمنى انكم تبارطاجوا باش يستفاد اكثر ناس بالوصفة هذه، لأنها والله تستاهل التجربة، والله تستاهل التجربة، سواء لضيافة، سواء حفلات، سواء للباك، سواء للعرس، سواء للبيام. سورتو هذو الأيامات راه كاين الباك والبيام وكل شيء. يعني الوصفة تستاهل أنكم ديروها وبريزونطابل كيما شايفينها. هاي لكم راكم شايفين كيفاش يبان مقرمش، راكم شايفين لاباط كيفاش راهي تبان، ما شاء الله. نتمنى تجربوا الوصفة وتقولوا لي رايكم فيها.